اصطحاب الحيوانات الأليفة كالكلاب مثلا ممنوع في بعض الأماكن، خصوصا تلك التي قد تؤثر على الحيوانات وتثير الذعر والهلع في نفوسها بسبب الضوضاء والضجيج. فما بالكم بشخص اصطحب حيوانا مفترسا إلى حفل زفاف؟ هذا ما حدث في ليبيا بعد أن وثق مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم لحظة هرب أسد من صاحبه خلال فرح على ما يبدو بالعاصمة الليبية طرابلس. الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل بكثرة يظهر تجمع المدعوين لالتقاط صورة حول الأسد الذي يهرب فجأة مثيرا الهلع بين الناس. مشاهدينا، الصور تبين أن أحد المعازيم أحضر أسده معه، وبدأ المدعوون بالتقاط الصور مع نجم الحفل، ولكن الأسد بدا منزعجا من الضوضاء والناس والموسيقى الصاخبة، وبدأ يتحرك يمينا ويسارا بينما يحاول صاحبه السيطرة عليه وتهدئته. أخيرا تمكن الأسد من الإفلات والهرب، وبحسب التقارير لم يتم العثور عليه حتى الآن. الشارع الليبي طبعا غرد مستهجنا، وهكذا جاءت التعليقات. نوف تقول: تعذيب للحيوان تستعرض فيه وتفقده بيئته الفطرية، الله المستعان. أما ابتهال فتقول: آخر شيء كنت أعرفه هو العرس بالخيل، جديدة هذه بالأسود. أما انتصار فتقول: لفت الانتباه بأي طريقة يريدها الشخص، ولفت انتباه الناس ميزة من الله، كان ربي ما نعمش عليك بهاي، فوتوا الموضوع. تدوينة أخيرة من أبو بكر يقول: والله عيب وحرام العبث بالحيوان، ارحموا من في الأرض يرحمكم الرحمن الرحيم، اتقوا الله يا عباد الله. طبعا مشاهدينا، خلال ال10 سنوات الماضية وإثر حالة الانفلات الأمني ارتفع عدد الأشخاص المقتنين للحيوانات المفترسة في ليبيا، وكثيرا ما شوهدت أسود ونمور تتجول برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية. ووقعت سابقا حوادث مؤسفة مشابهة، في أحدها هرب نمر في مدينة مسلاتة، وأيضا كان هنالك هجوم مميت وقع ضحيته طفل افترسه نمر يربيه صديق والده، وأيضا مقتل مربي أسود سوداني في بنغازي. بعد الحادثة الشهيرة المؤسفة لهجوم النمر على الطفل منذ فترة قصيرة، أصدر رئيس الوزراء قراراً بشأن تربية الحيوانات المفترسة في الأماكن الخاصة. ويقول عبد الحميد دبيبة: نحظر استيراد الحيوانات المفترسة إلى الأراضي الليبية، بالإضافة إلى منع استيراد وتربية الحيوانات المفترسة، ويحظر بشدة الاحتفاظ بها في المنازل أو تركها تتجول في الشوارع. كما حذر المخالفين بالتعامل مع هذا الملف بشكل صارم واتخاذ إجراءات عاجلة ضدهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.